الشاي والقهوه والنسكافيه والكافيه واللاتيه بتوع حضرتك يا احلى باشمهندسه هديه. تتأخرت ليه يا هادي؟ انا نسيت. كان في ايدي طلبات كتير جدا. ما كلها انا اللي طالباها. ما الطلبات دي بتاخد وقت كتير جدا. فين الفطار؟ الفطار بقى انا مجهزه لحضرتك في البوفيه. في البوفيه؟ وما جبتوش هنا ليه ان شاء الله؟ ما انا بشوف حضرتك في الثلاث مرات اللي بتفطري فيهم كل يوم بيكون في البوفيه. ايوه ده لما بيكون يوسف موجود، لكن هو دلوقتي مش موجود فهاكل هنا عادي. هو انت بتقولي له يوسف كده عادي؟ لا طبعا، انا بقول له يا جو. بص انت عشان بس لسه جديد يعني مش فاهم حاجه، بس انا فاهمك. انا هنا الكل في الكل، ويوسف ما بيقدرش يستغنى عني، ومفيش حاجه بتتم في الشركه دي الا بموافقتي انا. بس هو يعني ساعات بيزعلي كده قدام الموظفين كده وكده عشان خاطر القيل والقال. انا برضو سكرتيره، وانت عارف في الدراما والسينما بيطلعوا السكرتيره دايما سيئه السمعه. انا معرفش ليه. انا بشوفه بيهزق حضرتك دايما. تمثيل، كله تمثيل في تمثيل عشان الشركه ما تسيبش. انتوا الناس الاغنياء دول عليكم حركات تانية غيرنا خالص، غيرنا. بس انا ما بعملش فرق، حتى تلاقيني واقفه بتكلم معاك عادي. بص انت بعد كده هتجيب لي الفطار هنا، ولو يوسف شافك قول ان هي غلطتك كانك يعني ما تعرفش، وهيهزقك انت. تمام؟ تمام. اهو انا اما اتهزق بدل ما حضرتك تتهزقي، وهو كله تمثيل. بالظبط كده. بقول لك ايه يا هادي، هو انا عليا كام لحد دلوقتي؟ لا خلاص عليا انا. طيب ماشي، كلك ذوق، ربنا يخليك. انا كنت بمثل. ايه؟ شفتي؟ بقت غول تمثيل في لحظه. باشمهندس يوسف. ايوه ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك انه من ساعه ما عرفنا انه بقى في شغل بينا والشركه كلها هتموت وتشوف الروبوتس بتاعتك. بجد والله متشكر جدا. ممكن انا بقى ابتدي واجي اتصور معاكم؟ اه طبعا اتفضلي. ميرسي. ابسط يا عم نزيه. وانا كمان ممكن اتصور معاكي؟ بكام؟ بكام ايه؟ هديكي 5 جنيه يا ستي، يلا.